السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. كنتمنى القصص ديالي يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما جديد. اليوم جبت لكم قصه دراميه مؤثره بزاف وغتعجب كل من سمعها. كنتمنى توصل اكبر عدد من المشاهده. العنوان ديالها اليتيم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. هكذا ختم الفقيه قراءته للقرآن للشاب اللي جالس في مقبرة بين جوج مقابر، حاني راسو عاطي بظهره في جو بارد، لباسو عادي جدا، عبارة عن مونطو أسود وحذاء رياضي وسروال جين. على اليمين ديالو قبر مو وعلى اليسار قبر باه. فاتح يديه وكيردد من مور كل دعاء دعا الفقيه حتى سالا وطبطب ليه على كتفو وقال: 21 عام هادي وكل يوم جمعة كتجي، ولا عمرك شي مرة غيبتي في شي يوم من الأيام. كنتمنى نهار موت ما ينساونيش ولادي ويطلعوا عليا كيف ما كتطلع على والديك كل سيمانة من نهار كانت عندك 6 سنين. الله يرضي عليك ولدي. حرك الشاب راسو شوية وتلفت جهة قبر مو ساهي. من بعد ما مشى الفقيه شاف جهة قبر مو حاني راسو ساهي كيتذكر وسط أراضي خضراء وسنابل القمح الخضراء والرياح خفيفة اللي كتحركها شمال ويمين. واقفة مرة لابسة كلشي بيض وعلى راسها شال بيض، فرشها منفوخة قريبة تولد وفي يدها طفل صغير عمره ما كيتجاوز 6 سنوات. ولدي يوسف، شتي هاد الأرض ولدي اللي خلى باك الله يرحمه ديالك، وفاش تكبري ان شاء الله غادي تفلحها وتزرعها وتعاون امك. شارب صبعو: هادوك حتى هما ديالنا. لا ولدي، ديال عمك دريس هادوك وليدي، حنا عندنا غير هاد الارض وديك الخيمه هي اللي خلى لينا باك وهي اللي غادي تخدم علينا. يلا وليدي رجعوا بحالنا، راه ما خاصنيش تودن عليا المغرب في الزنقه. جرات الام ولدها الصغير في يدها غادي وكيدوز يدو الصغير على السنابل بابتسامه بريئه، وخلى موراه الشمس كتغيب على ارضهم واراضي عمو المجاوره. كان عند عمو بزاف ديال الاراضي كبيره كيخدموها بزاف ديال الخدامه، وفيرمه كبيره باسطبل من اللور مربوطه فيه الاحصنه، وعنده العديد من العمال. القريه كامله كتحترمو كيضربوا ليه 1000 حساب، وهو اغنى واحد في ديك القريه. عنده من المال ومن السلطه ما يكفيه، لكن حاجه واحده اللي نشف عليها ريقو هي التريكه. هي يتزوج ويطلق وكيتمنى من الله يرزقو شي ولد يحمل اسمه. في الاخر استسلم. بقات معاه اخر وحده تزوج بها قد ام يوسف في العمر. الاخ ديالو اللي توفى واللي هو اب يوسف كان انسان بسيط، عنده دار على قد الحال وارض كيفلحها ويخدمها. وفي اخر سنه ليه في الدنيا توفى وخلى ارضه مفلحه ومرته حامله ولابسه من موراها البيض. ما عندها لا حنين لا رحيم من غير الله، ما بقى ليها في العائله غير دريس اخ زوجها ومرته. رجعت شاده ولدها في يدها، دخلت لدارها المبنيه بالتراب وبابها ديال القصدير اللي كتسدو عليها بالليل. بجنبو برميل الماء وبويضه مغلفين بالثوب غليظ كيشد البروده في الصيف. هزت واحد دخلاتو معاها وحطاتو قدامها. عمرات كاس خواتو فوق البيدو المغلف بالثوب حتى فزق مزيان باش يرجع بالبروده على الماء اللي لداخل. خوات كاس وعطاتو لولدها يشرب، وناضت طيبات ليها عشاها عباره عن بلبوله بمطيشه. عشات ولدها وفرشات ليه في الارض حداها ونعسات. تشقى وتكيس على المنى اللي عندها باش ما تبقاش بلا ماكله وما عندها اللي يعتقها، حتى تحصد الصراع وتبيعو وتلقى باش تعاون على دوير السمان. اما لوسها واخا كان غني كان بخيل، عمر فلوسهم شافوهم الناس اولا ضاقوهم. في يوم من الايام جالسه الام في دارها وولدها كيلعب واحد الرويضه ديال البيكار في وسط الجرده ديالها حتى سمعت الدقان. ناضت حلات وهي تلقى مرت لوسها فضيله كما ديما، يديها وعنقها وسبحانها عامرين ذهب مهليه في راسها وفي لباسها. السلام عليكم اختي هنيه. وعليكم السلام فضيله. زيدي دخلي مرحبا بك. كانت هنيه كتنفض حوايجها البيضين المسخين حشمانه من فضيله.
شوفات هاد الاخيره وسط الدار كتدور عينيها وهنيه بابتسامه كترحب بها. قلت لي مرحبا بك الدار دارك. ما نصيبش اختي هنيه، جيت غير نطلع عليك. كي شفتي دوزني الشيفور من هنا، كنت في المدينه تقضي شي حويجات. ايوا قلت بلاتي جيت من هنا ندخل نطل على خويتي هنيه ونشوفها. ربي يخليك اختي. ايوا قلتي تشربي شي كاس ديال اتاي. فضيله كتشوف بعينيها وعايفه الدار. لا لا خويتي ما نصيبش، قلت نعرض عليك الغدا هاد النهار حيت جالسه بوحدي. اما دريس بقى قالك في المدينه ما غيجي حتى يروح الليل. جاوباتها هنيه وحشمانه. لهلا يخطيك الحبيبه، ان شاء الله غير نسالي هاد الصابون ونجي انا وولدي يوسف. ايوا دوزي بخير هنيه، خليت لك الراحه. خرجت كتعوج وعارفه راسها ما خلات لا راحه لهنيه لا والو، بالعكس اما زادت حرجاتها ملي جات عندها وهي في حاله يرثى لها واحلى في راسها وفي الشقه ديال الدار. يوسف كيسقي الماء من السقايه ويجيب ويتسخر وما يقولش لا، وهي ملي كيصبح الصباح وهي محنيه على تماره وتختمها بالعقاد كتضل تصايب فيهم وتجمعهم باش تبيعهم الشخص اللي كيجي كل اسبوع من المدينه يجمع العقاد من عند عيالات الدوار ويخلصهم. دخل يوسف هاز بيدو في يد وبيدو في يد كيتقاتل معاهم ويتمايل يمين ويسار. روحو بغات تخرج وعنقو وجبهتو عرقانين بالتعب وحوايجو موسخين. تعرضت ليه امو هزات من عنده ودخلاتو فرحانه. اجي يا وليدي نعومك ونلبسك ديك الكسوه اللي شرالك باك الله يرحمه باش نمشيو نتغداو عند خالتك فضيله راه عارضانا الغدا. دخلاتو للطواليط عباره عن غرفه صغيره فيها السيمه في الارض وبوطه ديال الماء في القد. حطات حداها برمه ديال الماء سخون وجلساتو فوق الكرسي قدامها. حكات ليه بالكيس حتى حمار لحمه وبدات في شعره الاسود كتغسل وتشل. جلساتو قدامها وبدات تحك ليه رجليه بالحجره والكيس حتى طيباتهم ودازت ليه يديه حمراتهم بالحكان وفركات ليه وجهه حتى تبلونصه. نشفات ليه ولبساتو تما ودارت ليه زيف حياتي على راسو وخرجاتو. يلا وليدي سير جلس ما تلعبش وما تخرج حتى نخرج انا باش ما توسخش حوايجك وحالتك، راه خالتك فضيله كتسنى فينا ما خصناش نتعطلوا عليها. حرك راسو وخرج كيوزوز بالحكان لابس صندات الميكا جديده وسروال قطيفه كاشف من البال وغنقي فيه ريحه الصابون وقميجه فيها مربعات في الخضر حتى هي منشوطيه فيها ريحه صبين. دوشات حتى هي وخرجات لقاتو مجبد فوق واحد السداري في سابع نوم. خلاتو مشات لبسات حوايجها ديال حق الله ورجعت فيقات وحيدت ليه السيف شطات ليه شعرو للجنب وشدات ليه في يديه وخرجت سدات الباب دارها اتجاه الفيرما فرحانه هي ويوسف. تهضر معاه فرحانه غنمشيو نتغداو عند دار عمك وندخلوا للفيرما. ياك دخلتي ليها شحال من مره؟ ضحك وحرك راسو فرحان. دخلت الفيرما استقبلتهم فضيله بتكشيطه ديال الحرير الدوده ومضمه. جلساتهم في الصالون وبدات كتجمع مع هنيه. اما يوسف خرج للفيرما يدور في ديما كيفرح فاش كيدخل ليها واول حاجه كيبدا بها هي الاسطب. مشى كيجري عند الخماس دخلو عند الخيل. وقف كيقلب بعينيه على العود الكحل اللي كيعجبو حتى شافو داخل بارك الله صحيح وحجمو كبير. مشى كيجري عنده وقف حدا الباب وبدا كيدوز يدو على العود وعينيه كيبريو بالفرحه. وقف حداه الخماس كيدوز يدو على شعرو بحنان. ايه يا وليدي كون كان عمك يعرف كون علمك ركوب الخيل وكون راك خيال من داك الشي. الغالب الله وليدي الفول كيتعطى غير اللي ما عندو دراس والعود كيركبو عليه غير اللي ما يعرف ليه. عمك باغي يطلع ولاد الناس في التبوريضه وناسي ولد خوه اللي من دمه ولحمه. في الفيرما لداخل جالسه فضيله كتفشر على هنيه والاخيره جالسه حشمانه كتردد الله يزيد ويبارك اختي فضيله الله يزيد ويبارك. امين اختي. واش غنقول لك مشيت معاه للمدينه شفت واحد الدار تبارك الله ما شاء الله كتهبل. عرفتي جات شوكه في الطبقه الثالثه وسط المدينه. اشنو سميت ديك البلاصه؟ المعروف ولا ما عرفت المعرافين. المعاريف. قالك هي احسن بلاصه في كازا. اي والله يدخلها عليكم بالربح والصحه والهنا. امين اختي. دابا شي نهار نديك معايا تشوفيها كشتي دابا هي واخا في المدينه وفي العماره راها تبارك الله كبيره. وسيدي دريس تبارك الله ما شاء الله شرا 2 حوانت تحت ديك العماره. هو بلا ما نقول لك تبارك الله الحوانت الاخرين اللي عنده فيهم الهري ديال السلعه والمارشي الكبير ديالو ديال الخضره.
هاو الثاني يا خويتي ساراني فيهم وبدا يوريني داكشي تبارك الله، الخضره اللي في الفيرما كامله كيصيفطوها لتما المارشي ديالنا. تبارك الله سيدي دريس عنده تبارك الله الحوانت في المدينه، ماشي غير المارشي. ودابا شرا الدار غزاله هكا كدير تبارك الله. هو فين هو يوسف يجي نتغداو؟ ما قدرتش نتغدى بوحدي، ها قلت نعيط على خويتي هنيه نتوانسو. لا يخطيك اختي فضيله، انا نخرج نشوف يوسف. خليك انا نقول لهم يجيبوه، كيشتي كثرة الخدم هنايا. وتنوضي انتي الضاويه تسيري جيبي الدري يتغدى. واخا لالا. حلقة اليوم كتنتهي هنا، نتلاقاو غدا ان شاء الله في الحلقة الثانية على نفس القناة وفي نفس الموعد. دمتم في رعاية الله وحفظه.